It's very fluffy. Yeah. This is a fish. صباح الخير من ثالث يوم في كوالالمبور. دلوقتي معانا بقى جبنه روتي فطار، ده بقى حاجه شعبيه عندهم، يعني بيض بس معمول جوه عيش وبيتعمل على الجريل. ده يعني من اكتر الاكلات الشعبيه. ده ب3 رينجت كل ده، كل الحجم ده 3 رينجت. صراحه المطعم في ظهر كده الموستل شكله كلهم ماليزيين، مش حد غير من اجانب، فان شاء الله يبقى طعمه حلو يعني. ده يا جماعه المطعم ده اسمه، موجود جنب محطة إنبي على طول. بجد الأكل فيه تحفة، البورشنز عالية كبيرة أكبر من اللي احنا كلناها بكتير في لانكاوي، نفس الأكل وفي نفس الوقت أرخص بكتير وطعمه أحلى بكتير. في نفس الوقت طعمه أحلى دي حط تحتها 100 خط بجد. البيض والموز طعمهم تحفة، والعيش نفسه حلو وجميل ومش ناشف، ناعم حلو جدا في البق. لا بجد بجد رهيب. اي حد يبقى هنا، هو جنب بوكيت بنتانج على طول، يعني قريب منه قوي، 10 دقايق مشي مثلا ولا 12 دقيقه مشي. تيجي هنا بجد تاكل فيه، طعمه حلو، بعيد بقى عن جلان الور، بعيد عن كل الزحمه والحاجات دي. لو عايز تفطر كده الصبح بدري تيجي هنا تفطر فطار تحفه، بعد كده تبدا يومك يعني. والنهارده بقى يوم الشوبينج. هنشوف الستورز والحاجات فعلا، هل الاوتلتس هنا رخيصه ولا الموضوع طلع خدعه. احنا دلوقتي في اديداس في بافيليون ده يعني اكتر مول هتلاقيه مشهور قوي، الناس كلها بتقول لك روحوا مش عارف ايه، هو بوكيت بنتانج وفي الحتت الرئيسيه. فاحنا هنشوف هنا دلوقتي الاسعار مثلا كام، وهنروح بعد كده اوتلت تاني ماشي، وهنشوف الاسعار هنا وهناك والفرق، وهل فعلا تشتري حاجه من ماليزيا ولا لا. اول حاجه عندنا مثلا ده اديداس اهو، الترا بوست، ده رانينج شوز تمام، تحفه يعني، من احسن التيشيرت بتاعتهم. ب 750 رينجت. 750 رينجت يعني تقريبا 8000 جنيه، 8000 وشويه. فهو في مصر هتلاقيه بنفس السعر، هتلاقيه ممكن اغلى شويه، يعني ممكن تلاقيه ب 10 12. فطبعا لا مش 10 12 يعني، ممكن تلاقيه ب 10، ممكن تلاقيه 9 حاجه في الرينج ده. احنا دلوقتي في سنترال ماركت، وجبنا نبتدي بقى نجرب العصاير، يعني جبنا عصير ليتشي ده نوع من الفواكه عندهم، جبنا عصير منها. فينا صلاح جايب بانجوتان، رامبوتان. دي لونها غريبة شوية، لونها أحمر، المفروض بتفكها بيبقى جواها كده حاجة زي بيضة، هي دي اللي بتاكلها بقى، بس مش عارفين لسه ازاي تتفتح يعني، هنكتشف. هنفتح واحدة دلوقتي شوية. حلو ولا لا؟ هنكتشف دلوقتي. كده طعمها حلو، قريبة شوية من العنب، من الفكرة غالية يعني، طعمها مختلف تماما يعني، بس هي قريبة شوية منه. حلو. احنا دلوقتي في تالين ستريت، ابتدينا بقى شوبينج بقى اللوكال، العتبة يعني بتاعتهم. احنا لسه جايبين الكاب ده دلوقتي، الكاب ده ب 65 رينجت تمام، بعد الفصل ب 30. هو راهن، انا مش مفاصل رائع يعني، فراهن ان احنا لو حد كمان كان فاصل اكتر من كده كان ممكن يبقى 25 عادي جدا وكان هيمشي يعني. وبصراحه الكواليتي بتاعته حلوه، ونضيف. هو اصلا بيبيعوا صيني، في ناس كتير قوي بقى هتلاقوا كل الجنسيات بيبيعوا مميزين نفسهم، بس يعني الخط اول حاجه الفصال. يعني انا في واحد كان عايز يبقى لنا شنطه ظهر ب 195 رينجت، قلت له خلاص شكرا ومشيت. في الخطوتين اللي انا مشيتهم قال لي خلاص خليها ب 100. احنا وصلنا دلوقتي الاوتلت بتاع اديداس اللي في المول اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو جنبنا. تعالوا بقى نشوف فرق الاسعار من هنا وهناك. دلوقتي مثلا سعر ده ماشي، ده كورس شوكينج سعره 369 بعد خصم 221، وبالاصفر ده بيبقى معناها ان هو عليه كمان خصم زياده، لو اشتريت 2 تاخد 20% زياده على الاثنين، ولو اشتريت 3 تاخد 40% على الثلاثه. يعني شوف بقى، لو اشتريت 3 من ده اضرب في 0.6 وانت كسبت يعني جبته بكام. ده واحد هتلاقيه 150. في هنا كلاود فون برضه 161.
كوتشي اديداس 161 جنيه، يعني قول 2000 جنيه، ولسه عليه خصم كمان لما تزود. وسألنا ناس قابلناهم هنا قالوا لنا كمان ان كان من يومين في خصومات اكتر من كده والاسعار كانت ارخص من كده عشان كان عندهم اليوم الوطني بتاعهم. فاحنا يعني كان مش محظوظين، يعني كنا ممكن نلاقي حاجه ارخص من كده، فكتر خير الدنيا. رجعنا تاني لشارع جلال علور، ملناش غيره في الاكل. جبنا النهارده ستاي. ستاي ده اللي هو زي فراخ على عود كده وهاني تشيكن، هنجربهم. الخمس اللي هو ده خمسه منه ب10، يعني الواحد ب2 رينجت. وفي اللي هو الهاني تشيكن ده اكبر شويه، ده هي الواحد لوحده ب6 رينجت. احنا كده جربناهم في لانكاوي فاحنا عارفين طعمهم، فهم حلوين اشجع بيهم يعني. فزي ما انتم شايفين جلال علور النهارده زحمه بطريقه بشعه، الناس كلها في الشارع تقريبا. وفي هنا كمان اخطبوط. الاخطبوط هنا مشهور قوي، يعني لازم تيجوا تجربوا الاخطبوط. صلاح هيجرب دلوقتي الاخطبوط ده اللي كان بيتشوي قدامكم في الفيديو دلوقتي. فرجنا صلاح. ايه رايك؟ هو عادي، طعمه حلو، السبايسز حلو قوي. الجديد فيه الملمس، هو طري بس بيقطم، فمش اي حد ممكن يحب الملمس ده. بس عجبني قوي بصراحه. وسبايسي؟ سبايسي، هو بيسالك يحط لك عيش سبايسي ولا لا. اوكي، طب حلو قوي. الف لا طبعا. الف انا. انا هنا مع الفراخ بتاعتي عادي جدا اهي، كلها. وعصير طبعا الدراجون فروت مع جوافه مع مانجا. يا جماعه الميكسات هنا رهيبه، في كميه ميكسات. احنا بقالنا ايام في الجزيره ومن ساعه لانكاوي ودلوقتي في كوالالمبور، وكل يوم بشرب عصير او 2، وكل يوم بجيبه مختلف، وكل يوم بيطلع في حاجه جديده مختلفه يعني. ومكملين في يوم شوبينج، ولقينا حاجه اجدد واحسن وارخص، وهي شنطه سفر. تعالوا نشوفها كده مع بعض. بصوا دي كلها، الحجم ده كله هي تقريبا قد، يعني هي واصله لحد وسطي. شنطه بكام؟ 100 رينجت، يعني 1100 جنيه. طبعا هي في الاول كانت هي مكتوب على السيستم عنده 200، وهو كان عايز يبيع لنا 150. فضلنا نقلل لحد ما وصلنا ل 100. احنا دلوقتي لسه في مفيد بنتاج بنجرب المانجو كوكونات ميلك. دي بقى ووتر ميلون كوكونات ميلك برضه صلاح جابه، بس هو بيقول المانجو احلى، يعني هو جربه قبل كده فاحنا هنجربه مع بعض. هو شكله لذيذ ومليان تلج. طبعا هتلاقوا صوت دوشه اكيد عشان خاطر في يعني زي حاجات بتحصل هناك وناس مشغلين اغاني او يعني بيعزفوا وكده. ده في كل حته، في كل شارع بتلاقي ناس بتعزف. بس هنجربه ونشوف ايه اخباره. ده كده كله على بعضه ب 6 رينج، يعني ده ب 66 جنيه. ده سعره منطقي جدا، يعني بالنسبه للحاجات اللي احنا بنشوفها في مصر ده ارخص بكتير اكيد يعني. Ini pusat kebudayaan Cina ke? Masuk terus ah. عاملين ايه؟ احنا اخر يوم بقى في ماليزيا، قلنا نلف شويه كده في اي حته. وصلنا ركبنا الموجود، وصلنا محطه اسمها بوكيت ناناس. لو احنا خارجين من المحطه فجالنا قدامنا كده حاجه اسمها تشاينا كلتشر سنتر. احنا مش عارفين ايه ده، بس هو في اكزيبيشن، هي المفروض نقفلها دلوقتي لحظنا، بس هو في مكتبه. فاحنا ندخل دلوقتي نتفرج عليها ونشوف شكله عامل ازاي. برضه شكله ممكن حلو. ورجعنا لبترونات هاوس، بس الصبح المره دي بقى مش بالليل.
مبسوطين يعني والله بان احنا ختمنا اليوم كده بفسح لطيفه. يعني من الحاجات الجميله برضو في ماليزيا ان هي فيها تنوع عرق، هي حاجه حلوه ووحشه في نفس الوقت. في تنوع عرق كتير قوي، يعني هتلاقي ماليزيين من اصلهم ماليزي اللي هو مالي، وفي ناس تانية هتلاقيهم من الهند، وناس من الصين. فبتلاقي انت عندك مطاعم صينيه، مطاعم هنديه، مطاعم ماليزيه، اكل حلال اكل مش حلال، كل انواع الاكل باشكال مختلفه هتلاقيهم هم حواليك في كل حته، انت مش عارف تفرق ما بينهم حتى. يعني احنا رايحين دلوقتي الصين مش عارفين، نزلنا ابلكيشن وكل حاجه فيه بالصيني ومش عارفين نحوله لانجلش. وقفنا حد صيني لو سمحت احنا عايزين كذا، والموضوع مش صعب، انت مجرد بس في اي 5 خطوات تلاقي حد تساله بس، وساعدونا وحولوه لنا الانجلش. احنا دلوقتي في مول بتروناس في الفود كورت. طبعا الاكل هنا الفرق في الاسعار يعني واضح، بس قلنا نجرب برضه شويه حاجات مختلفه عن اللي بتشوفها، عشان في جلالنا الاكل كله لوكال قوي، قلنا نشوف مطاعم جديده. دلوقتي انا وصلاح ومعانا هنا من اندونيسيا. هاي. فاحنا هناكل دلوقتي، جبنا فيه فيش رول و يعني مش عارفين ايه ده، تمام. وده what is this? Noodles Noodle with what? Yeah. with spicy sauce. Very spicy sauce. وجبنا عدس عادي وعيش باكستاني، وهنجربهم كده ونشوف ايه الكلام يعني. It's very fluffy. This is a fish? What fish is it? No, Yes. inside the fish. Okay. يعني ده كأنه عجينة تقريبا وجواه سمكة أو حاجة، قطع سمك. هناكل. نايس، لذيذة، حلوة يعني، طعمها حلو. يعني طب كده تقطم شوية، بس هي سمك يعني طعمها حلو أوي. جربنا شوربة عدس مش حلوة خالص صراحة زيك. مش تحفة. مش حلوة خالص، ما تنصحش بيها حد. شوربة العدس اللي احنا مش عارفينها، لا التغذية جميلة، بس العيش حلو، العيش جميل بصراحة ومختلف يعني. بس شوربة العدس ما انصحش بيها تماما يعني، او ما اعرفش هي عدس اصلا ولا لا يعني، هنكتشف. بس هم قالوا لنا عدس والله. احنا بقالنا 4 ايام او 5 ايام هنا يا جماعة في كوالالمبور، وما طلعش علينا غير مرتين بس. والنهارده الجو فجأة مطر رهيب. احنا الشمس المية عاملة ازاي؟ احنا مش قادرين نخرج في الشارع، احنا جوه المترو محبوسين. المطر ما بيوقفش، فجأة في لحظة في وسط اليوم كله كان الجو حر وشمس وجميل، وفجأة في دقيقة اللي انتوا شايفينه ده. احنا اصلا مش شايفين اللي يعني، حتى المرديكة احنا مش شايفينه، شايفين التوب بتاعه محدش مش قادرين نشوفه. حاجة رهيبة بصراحة. مش عارفين هنعمل ايه دلوقتي، احنا كنا واقفين في الشارع، حرفيا احنا واقفين في وسط المترو. طبعا زي ما اتكلمنا احنا جايين، احنا خدنا الباص اللي هو كان خد مننا 1.5 ساعة تقريبا عشان نوصل لسيتي سنتر لكيل سنترال. واحنا راجعين كنا ناخد نفس الطريقه، بس طبعا زي ما قلت لكم الدنيا النهارده كانت بتمطر بطريقه بشعه، فالشوارع واقفه والدنيا زحمه دلوقتي جدا. فبصراحه حد على الكاونتر يعني قال لنا ان احنا لو اتحركنا ممكن ناخد اكتر من 2.5 ساعة، فغالبا يعني هنوصل والتشيكن بيخلص يعني بتاع الطياره، فما رضيناش نريسك عشان خاطر لو الطياره اتاخرت اكتر من كده. فقلنا ناخد بقى KLIA اكسبرس اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو ب 55 رينجت. ده لازم تدفعوا فيزا، بس دي معلومه برضه مهمه، بتدفعوا فيزا ومن على الكاونتر، وهو ب 55 رينجت. طبعا غالي، بس هو في واحد منه كل تلت ساعه، وبياخدك يعني في نص ساعه و28 دقيقه تبقى جوه المطار.